السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بسم الله ما شاء الله. النهاردة عامله لكم حاجة حلوة خالص وجميلة في الشتاء بالذات، شريك. بصوا الجمال وبصوا الحلاوة. زي السفنجة، الله اكبر ما شاء الله. صلوا على حبيب المصطفى. طريقة سهلة وبسيطة وحاجة سهلة خالص، هتشوفوها معايا. بصوا، الله اكبر. هش خالص وعامل زي القطن، بسم الله بسم الله. وطعمه حلو خالص وطري، وفي نفس الوقت كل اولادنا بيحبوه. نبدا بقى ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجه اعملها، اهم حاجه في المخبوزات، ان انت لازم تعملي خميره. يعني خميره، بجيب خميره بيره وحبه ميه، كوبايه ميه زي كده دافيه، وحبه سكر وحبة ملح، واربيها واكسرها. يعني بمعنى صح اسيبها على جنب لما تخمر. ده تست خميره، او بمعنى صح انا بعمل ولده للعجين اللي انا عايزاه يخمر، لان اساس الشريك لازم الخمران بتاعه، سواء كان يتخمر عجين او يتخمر بعد كده على الصواني. هنشوفه. بصوا انا بقى شبت على جنب عبال ما جهزت الطلبات بتاعتي. بصوا ما شاء الله، الله اكبر. صلوا على الحبيب المصطفى. الله اكبر. او انا كل اللي هعمله، هجيب طبق تاني اكبر شويه عشان بس اعرف اعجن فيه. انا هنا عجنه كميه كبيره، يعني طبعا كنت عند اخواتي، فطبعا دي عايزه وده عايزه اولادهم، الله اكبر، فما كانش ينفع اعمل مقدار كيلو واحد. لكن انا سايبالك في الوصف مقدار كيلو واحد دقيق بس هيستهلك قد ايه. هتعوزي منه قد ايه بيض وزيت والكلام ده كله. هنا انا خدت كيلو سكر على 5 كيلو دقيق. بنزل بالسكر وكوبايتين زيت، بحط السكر على الزيت. تمام. وهنا اللبن، انا بصي بحب افضل ان انا اعجنه بلبن. ليه؟ عشان قيمته الغذائيه تبقى عاليه. لان انا ما كلفت ده كله وما جيتش على اللبن يعني بالزيت، يعني ده حلو لاولادنا ومفيد جدا. فانا نزلت بكوبايه الزيت، كوبايه تانية اي زيت على فكره هيمشي معاكي، بمعنى صح زيت التومين هيمشي خالص. وعملنا فعلا كده. اهو معاكي سكر والزيت، بقلبهم في بعض، بس ادوب السكر بس شويه. وبعد كده بنزل بالبيض. البيض انا ده بيض بلدي بتاع الفراخ عندنا، بس انا كملت عليه بيض وزاره. يعني بمعنى صح حسب على فكره، مهما تحط من البيض ده حسب راحتك وحسب امكانياتك. ولو حطيتي 3 بيضات 4 بيضات هيأدي الغرض وهيمشي. لكن انا فضلت ان انا كان عندي بيض وكملت عليه من بره، يعني كان في حدود 10 بيضات. تمام. ال5 كيلو يعني كل كيلو بياخد بيضتين، مقدار كده يعني. او انا هنزل بالبيض حبه حبه اهو. وبعد كده هجلبه فيه، هجلبهم مع بعض. واحط عليه حبة بيضاية. طبعا اخر بيضة كانت بتاعت الفراخ رفيعة فاستخسرت ارميها وطلعت عالي. هتنفع برضو. اهو كده انا حطيت البيض كله على السكر. بكل بساطة يبقى حطينا السكر على الزيت، وبعد كده نزلت بالبيض على بعضيه، كله على بعضيه، كل المكونات على بعضيها. واديني لفيته بس بايدي كده، دوبت السكر. هنزل عليه بعد كده باللبن. ده فانيليا عشان بس الريحة. بس هو طلع ما شاء الله، الله اكبر. هشوفوه زي ما انتوا شفتوه كده في بداية الفيديو. بص هنزل باللبن. اللبن حسب ما اخد دقيق، بس تقريبا بتاخد كوباية ونص او كوب لبن للكيلو. فانا كده عاملة مقدار 5 كوبايات لبن عندي، حطيتهم يعني كده. فانا هعجن، مش هحط الدقيق مرة واحدة، هحطه شوية شوية كده. انا هنزل بالخميرة اللي انا كنت عاملاها. ودي اهم تركة في الشريك، ان هو بيهيش معاكي بسرعة وبيخمر بسرعة وبيبقى عامل زي القطن ما شاء الله، الله اكبر. تعلميها كده. اي معجنات اعملي لها خميره بره، ولا ده عيش شمسي، عيش ظلي، شريك، اي حاجه عايز تعمليها اعملي لها خميره على جنب كده. وبعد كده امسكيها دي وابدا اعجن بيها كده. انا هنزل بالدقيق حبه حبه، مش مره واحده زي ما احنا متعودين في اي عجين. دقيق مش مره واحده. تمام كده. انا بس اغيب دقيقه، وهنزل بباقي الدقيق وهسيبه لما يخمر. بياخد ساعة، بياخد نص، لا بياخد حوالي، في الشتاء دي خد حوالي ساعة ونص. لكن لو في الصيف مفيش نص ساعة وتلاقيه فار. فحتى بصي لو ملاحظة انا مغطية الطبق زي ما غطيت الفايش قبل كده لما شفتيه في الفيديو قبل كده. لازم تدفيه شوية. وكان اليوم ده ساقع جدا لدرجة بصوا السمنة، دهنت الصواني سمنة، السمنة جمدت طبعا.
انا عشان اخلي الشريك يخمر، اهم حاجة يخمر في الصواني كويس، سيبيه ياخد وقته، ما تقلقيش عليه. طول ما انت عاملة خميرة كويسة وبيرة، او الخميرة البيرة او الفورية اللي انت عاملاه حلوة وصالحة، هيخمر معاكي حتى لو عوق في الوقت. لكن لو في الصيف مش هيكمل، مش هياخد نص ساعة. لكن طبعا احنا عشان في الشتاء، فانا كل اللي عملته ان انا بعد ما خلصت وقطعت حطيته على الفرن من فوق، فرن البوتاجاز العادي بتاعك، ولحتي فرن البوتاجاز من تحت، بحيث ان ايه سخونة الفرن طالعة على مسخنة المطبخ وفي نفس الوقت مسخنة الصواني، فعشان كده طلع. كل اللي انت هتعمليه، بصي هتبرميها، تاخدي حته حته تبرمي، تعملها كبيره تعملها صغيره براحتك حسب رغبتك انت وحسب ما انت عايزه. يعني انا خليتها وسط، ما هي لا كبيره ولا صغيره، علشان ايه تدي كده شكل حلو ويبقى حجمها معقول، يعني ما تبقاش صغيره خالص. اهو كل اللي بتعمليها انت بتبرميها وتاخدي الطرف من تحت وتحطيه. تمام. بصوا ما شاء الله، الله اكبر. جربت اخلص بصراحه، يعني نقطع كميه كبيره، يعني ولاد اختي طبعا كانوا مبسوطين وفرحانين خالص ان احنا بنعمل لهم شريك اهو. حتى هم حواليا ما كنتش عارفه اصور منهم، ربنا يبارك فيهم ويخليهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده يا ريت تشتركي في القناه ولايك جميل منكم ودعم لينا علشان قناتنا تكبر واقدم لك كل جديد. وما تنسيش تشتركي كمان مره في القناه، ولايكات لايكات لايكات. بصوا انا دوبك هخلص تقطيع وبعد كده بسيبه يخمر. بعد ما بيخمر بنحط عليه ايه، يا اما طبعا البيض غالي فاضطريت ان انا اخلي شويه لبن هيأدوا نفس الغرض، دهنت بيهم من العجين من فوق. بعد ما بيخمر وياخد راحته في الخمران كمان. تمام زي ما انت شوفيه معايا بعد شويه اهو. بصوا اهو انتوا كده كده اختمر ما شاء الله، الله اكبر، صلى على سيدنا محمد. ودهنته باللبن واحده واحده او بالبيض لو عندك، بس طبعا عشان البيض غالي فاكتفيت باللبن وحطيت عليه السكر. هي برضو هيحمر ويبقى معاكي الشكل الحلو اللي انت شفتيه معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد كده بتدخليه الفرن على نار هاديه واطي من تحت، علشان بس ما، لان ده مش بيأخر خالص، بيخش على طول ويطلع ما بيأخرش. بصوا الله اكبر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احلى اشتراك بقى في القناه واحلى لايك لام مصطفى. بصوا الجمال والحلاوه، سفنجي الله اكبر. الطعم ما فيش احلى من كده على فكره، كان طعمه جميل جدا والحلا بتاعه حلو خالص، وحاجه مفيده وصحيه وولادنا كلنا بيحبوها. وعلى فكره الكيلو من ده انا ببيعه برضو على الجروب عندي، غالي مش رخيص. يعني الحاجات دي لو تعمليها ببيتك هتفيدك وهتوفر معاك كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما تنسوش احلى دعم واحلى اشتراك عند بنت السلطان. وهو بصوا الشريك بالهنا والشفاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.